فقد تم تحديد 9 نقط للنقاش في هذه الدورة، حيث ستتم مناقشة اتفاقيات الشراكة التي ستربط الجهة مع مجموعة من الأطراف والشركاء في مختلف مجالات التعاون من أجل تنمية عدة قطاعات حيوية بالجهة. ويتعلق الأمر بمشاريع الاتفاقيات التالية: أولاً، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل التعاونيات وبناء وتجهيز سوق تضامني بإقليم أوسرد في إطار محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لسنة 2025. ثانياً، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تطوير البنية التحتية الطرقية بجهة الداخلة وادي الذهب. ثالثاً، الدراسة والتصويت على مشروع الاتفاقية الخصوصية المتعلقة بتطوير المنطقة اللوجستيكية العرقوب بإقليم وادي الذهب. رابعاً، الدراسة والتصويت على مشروع الاتفاقية الخصوصية بتهيئة الشطر الأول للمركز الطرقي للقرقرات بجماعة بير قندوز بإقليم أوسرد. خامساً، الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة حول مشروع إنجاز وتهيئة الطريق الرابط بين الطريق الساحلي المداري وميناء الداخلة. سادساً، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية الشباب الفلاحية للمشاريع الصغرى بمنطقة بير نزران بجهة الداخلة وادي الذهب، في حين تهم النقط الثلاث الموالية القيام بمجموعة من العمليات المالية قصد التعجيل بالوفاء بالتزامات الجهة مع مختلف الشركاء حول العديد من المشاريع والبرامج التي تحظى بكامل الأولوية لدى مجلسنا الموقر. ويتعلق الأمر بالدراسة والتصويت على تحويل اعتمادات في ميزانية التجهيز، الدراسة والتصويت على تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير. تاسعاً، الدراسة والتصويت على إعادة برمجة الفائض. حضرات السادة والسيدات، أمام ثراء وتنوع النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، لا يفوتني أن أؤكد تجاوب مجلسنا مع جميع المبادرات الرامية إلى العود بالنفع. بالتالي ما يتعلق بالطرق، يعني هذا الشطر، وكذلك هناك كذلك تهيئة المنطقة اللوجستيكية اللي موجودة في بير قندوز بمحطة طرقية كبيرة تعود لائقة فيها مختلف يعني المحلات اللي لائقة لها. أضيف إلى ذلك بأن هناك ذلك ما يتعلق بالطرق دائما الطرق القروية اللي لا يتم كذلك تم التصويت على بناء وتجهيز يعني مجموعة من الطرق. الربط أساسا ما يتعلق بمنطقة أوسرد. فيه كذلك منطقة لوجستيكية اللي في العرقوب اللي لا يتعود يعني لا يتم تجهيزها اتفاقية مع وزارة النقل واللوجستيك. في كذلك نقطة أخرى هامة وهي دعم الشباب. هذه المشاريع الأخيرة اللي دارت في الفلاحة، بالتالي قدمنا لهم دعم مالي باش نساعدوهم فيما يتعلق بمواكبتهم مع بعض، وكذلك شراء بعض يعني الأشياء اللي الهامة بالنسبة لهم من أجل إنجاز مشاريع. هذا هو. والأخرى يعني تحويلات الميزانية من أجل الوفاء بالالتزامات المجلس الجهوي. لا، التمكين الاقتصادي طبعا ماشي على ما يرام عن قريب، يعني في هذا الأسبوع أو الأسبوع الموالي إن شاء الله نبدأ نمولوا المشاريع إن شاء الله، لأنه عندنا مجموعة جاهزة. كل مرة تجهز مجموعة نحن موجودين. التمويل موجود يعني معتمد ومحصور. الآن خاصنا فقط النساء يجهزون لنا مشاريعهم ومسائلهم الإدارية. فات عندنا تقريبا الآن قرابة 300 مشروع جاهز لنبدأ فيها إن شاء الله. مولاي صاحب الجلالة، إننا يا مولاي نؤكد لكم عزمنا الراسخ والدؤوب والالتزام الجماعي مستحضرين في قيم التضحية والتضامن والوفاء.